صور للشباب او لبعض الشباب اللي تم اعتقالهم. خلينا نتفرج على الصور دي كده. ذل، منتهى الذل والمهانه. واضح ان في ضرب يا جماعه، لان الاجساد عليها صور كرابيجه او صور سحاجات زي ما بيسموها في الطب الشرعي. مش فاهم ليه بيقلعوهم ملط كده يعني ماشي قبضوا عليهم ماشي، لكن ليه بيقلعوهم ملط بالطريقه دي؟ امال اسرائيل تعمل فينا ايه؟ الاعلام الموالي للحكومه والنظام بدوره كان زي احمد موسى ونشأة الديهي وكل المطبلاتيه اطلقوا على الشباب دول اللصوص الحراميه واللي لازم يعتقلهم. خلينا نشوف كده الفيديو ده. لكن هذوك يقولوا شباب، هذو ليس شباب، هذو عصابه. نعم. واش من ولات السرقه ولا اعتداء على رجال الامن ولا هم غادي يجيو؟ هذو ما خاصهمش الترحيل، هذو خاصهم الاعتقال. ما كاينش حقوق انسان هنايا، خاصهم الاعتقال يعتدوا على رجال الامن. لان هذا موقفكم كمواطنين. اسمع ليا، وندوس على امه وندوس على ابوه بالجزمه. هذا اعتقال، هذا مجرم. طب ما تديله حقه في التعليم وفي الوظيفه مش هيهرب، انما تعتقله. طب وانت مش مديله حاجه اصلا. وده اللي علق عليه النشطاء وهاجموا المذيع اللي بيعتبر الشعب مجرد قطيع وعبيد زي ما كتب محمد. هكذا يرى نظام المخزن